قادت محاولة تسميم سيدة عبر دس زجاج مطحون في مسحوق الزعتر أربعينياً للاعتقال بتزنيت، بعدما أوقفت عناصر أمنية تابعة للمركز القضائي بسرية تيزنيت الموقوف الذي يتحدر من تاسريرت بضواحي تفراوت، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تسميم امرأة والسرقة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. إيقاف المتهم جاء بعد شكاية تقدمت بها امرأة تتهمه فيها بمحاولة تسميمها عبر دس زجاج مطحون في مسحوق الزعتر، مشيرة إلى أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لتافراوت بدعم من عناصر المركز القضائي بسرية تيزنيت باشرت الأبحاث والتحريات التي قادت إلى حجز بندقية صيد بدون ترخيص يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة السرقة. وأحيل الموقوف على فرقة الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة المختصة ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل مواصلة البحث معه حول خلفيات وأسباب الاعتداء الذي يحتمل أن يكون مرده إلى خلافات عائلية. يذكر أن الوكيل العام باستئنافية أكادير أمر بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي بأيت ملول في انتظار إحالته على قاضي التحقيق قصد مباشرة إجراءات الاستنطاق التفصيلي معه في هذه القضية